يا مساء الورد، ازيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير بصحة وسعادة. الواحد بقى زهق من الأكل ومش عايزة أطبخ خالص، قررت النهارده أعمل أكلة بسيطة وجميلة جدًا ومش هتاخد مني وقت خالص. إن شاء الله هنعمل النهارده الحواوشي المصري بكل سهولة، بكل تكاته وحركاته. يالّا نسمي الله وندخل نشوف الطريقة ونعرف المقادير، بس قبل كل شيء ما تنسيش تعملي لايك وتشيّري الفيديو في كل مكان عشان الكل يستفاد. زي ما أنتم شايفين كده أنا عملت الحواوشي، يعني يا دوبك ما أخدش مني نُص ساعة، يا دوبك أنا عاملاه 17:30 كده، الساعة 18:05 كنت مخلّصة الدنيا دي كلّها. يعني عملت الحواوشي طعمه لذيذ جدًا وجميل، وفعلًا يعني طعمه أحلى من الإسكندراني اللي إحنا بنعمله كمان. لأ طبعًا الحواوشي الإسكندراني طعمه جميل ولذيذ، بس برضه ده مقرمش كده وجميل أوي ولذيذ. زي ما أنتم شايفين بُصّوا اللحمة جميلة جدًا من جوّه، والسُخن العيش من برّه مقرمش، حاجة كده روعة، روعة، روعة. لذيذ، لذيذة ما أقولكمش، إن شاء الله هتجرّبوا وهتعرفوا بنفسكم. يالّا نسمّي الله وندخل نعرف المقادير. أنا هنا معايا نُص كيلو لحمة مفرومة، ومعايا هنا بصلاية كبيرة، ومعايا قرنين فلفل. هافرمهم في الكبة زي ما أنتم شايفين كده بكل سهولة وبسرعة جدًا، جدًا، لإني كنت قايمة متأخرة وما فيش وقت. وحطيت طبعًا البصلة فرمتها، حطيت فلفل أسمر وملح، وحطيت بهارات لحمة، وحطيت بابريكا، وقلّبت كل ده مع بعض. طبعًا ممكن لو عايزة تضيفي أي بهارات تانية أنتِ بتحبيها ضيفي، بس هي دي البهارات اللي يعني بتاعة الحواوشي، يعني ما تكتروش. باقلّب كويس أوي علشان التتبيلة طبعًا تتوغل كده في اللحمة وتبقى كويسة. أنا كنت مطلّعة العيش سِبته من الفريزر، سِبته لغاية ما يعني هدا وكده، وبدأت بقى أقصّه بالمقص كده، بدأت أفرد بقى اللحمة في الرغيف كلّه، زي ما أنتم شايفين كده، وبصوابعي بقيت يعني أطبطب كده عليه عشان أفرده كويس، عشان يكون الطبقة رقيقة، مش عايزة طبقة تخينة. براحتكم، يعني أنتم لو عايزين طبقة تخينة من اللحمة ما فيش أي مشكلة، بس أنا عملت طبقة رقيقة كده عشان يستوي بسرعة. زي ما أنتم شايفين جِبت بقى الجريل بتاعي، حطيت شوية زيت وقطعة زبدة كده، ووسطنت النار، ما علّيتش النار أوي ولا وطّيتها أوي، وسطنتها. وبعد كده حطيت الرغيف، وأول ما يعني اتحمّر بدأت أقلب الوش التاني زي ما أنتم شايفين كده، حاجة كده روعة. وكنت مشغّلة الجريل التاني برضه، الجريل ده جميل أوي، عامل طبعًا خطوط كده في العيش، منظر جميل أوي. وبدأت بقى الناس اللي عايزة يعني أحُط لها موتزاريلا حطيت لها، والناس اللي عايزة جبنة رومي حطيت لها. وزي ما أنتم شايفين كده برضه قلبته على الجنبين، وكان ده منظره بجد، بجد روعة. والأكلة كانت لذيذة جدًا، باتمنى لكم السعادة، وباتمنى الفيديو تجربوه وإن شاء الله هيعجبكم. ويالّا شيّروا الفيديو في كل مكان عشان كلّه يستفاد. سلام عليكم.